اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه. النهارده بنتكلم في الحلقه دي عن توبيك هيعجبكم جدا. تعالوا نتكلم ونسمع استاذه ريم هتقول ايه. مالك يا طه، انت كويس؟ كل يوم بداخله انا مع الناس بتزهق. اهلا بيكم في حلقه جديده دي من بيتنا برنامجنا بودكاست وبرنامج مع ريم احمد وطه. مالك يا عضتني. اهلا بيكم في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه، طه خليفه وريم احمد. يي توبيك النهارده حلو قوي. ده لذيذ، دمه خفيف، هنهزر مع بعض. لذيذه خطفه ممكن برضه ما يجيبش مع الناس. يبقى الفكره النهارده ان احنا هنتكلم عن حاجه الامثال الشعبيه في حياتنا اللي دمها خفيف. الامثال اللي هي دمها خفيف زي مثلا القرد في عين غزال. بس هو ده واقع على فكره، يعني ده والله حقيقة. العظيم ده حقيقه جدا. طبعا ده حقيقه. ان الناس لما بتشوف، يعني تشوف الواد شكله، ياض مالك يا ياض مالك في يالا مالك عامل كده ليه؟ امه بقى ده قمر. بس هي مش بتقول كده هي فعلا شايفاه قمر. هي فعلا مش بتفيك. لا. هي انت الضنا، انت بتبقى شايفه كده. طبعا ده مفيش اجمل منه ولا احلى منه ولا ألذ منه ولا اخف منه ولا اذكى منه ولا مفي. طبعا ما تهزرش. احكي والنبي. على ايه؟ على اصحابنا. مين؟ في لينا ناس صحابنا عندهم عيل صحابنا. مش عارفه تقصد ايه. دي خافت خلاص، مش لازم تقول مش لان هم عارفه اصحابنا. نشوف ايه، بس هو في العادي هو ده حقيقي. هو ده الطبيعي اصلا. ايوه، لو مش كده ما يبقاش طبيعي، صح؟ ايوه طبعا. ابني وانت طول الوقت شايفه، حتى لو انت عارف مثلا ان هو لا دلوقتي بيسخف بيرخم بتاع، يخدي هزل. انت عارف ان يخدي جميل على قلبك زي العسل، على قلبه هو، على قلب البيرنت. ما انت انا مالي انا بقى كانسان. ثانيه واحده، هو انت يعني بنتك، ما انت ما هتعمل تشخصنيش كده. الموضوع ده موضوع تاني. اوكي حاضر، وخصوصا سيسو تعمل ايه يعني. بالظبط. شفت بقى اهو مثال حي عن اللي هو القرد في عين غزال. طيب في اديني مثل حلو مثال. قوي. حيرتنا يقرع من فين نبوسك. حيرتنا يقرع من فين نبوسك. طب ده معناه ايه؟ ترانسليت انتوا. هقول لك اهو ان انا بشم من الاعداد. يضرب للشخص المتقلب الذي لا يعجب. ايه ده؟ اللي ما بيعجبوش العجب. هو ده؟ اللي ما بيعجبوش العجب. يعني اللي هو حيرتنا يقرع اصلا، وانت نراضيك ازاي يعني، نراضيك اللي هو إزاي وانت يعني؟ منين نبوسك، بس مش فاهم، بس تمام. يعني هو لو هو ده المثل معناه. تركيبته حلوه. هو عاجبني فعلا المثل برضه، يعني هحاول استخدمه في حياتي القادمه. لمين مش عارفين. مش عارفه مش حياتي. حيرتني يقرع. ايوه، من فين من نبوسك. فين نبوسك يا جماعه؟ لو حد عنده ترجمه للمثل ده احسن من اللي معانا قولوا لنا، لان انا عجبني. عايز اعرف استخدمه صح. بس برضو جا في دماغي مثل عايز اقوله. في برضو القرعه تتباهى بشعر ايه بنت اختها، بس هو ده ليه علاقه بالقرعه، انا مش قصدي، انا انت قصدي عشان فكرتني بالقرعه. بالقرعه. بس الشرع ده بس ده واقع على فكره. الايه؟ ان القرعه بتتعايش بشعر بنت اختها. ازاي بقى؟ يعني اللي هو ايه، انا ليا حد قريبي مثلا ناجح جدا في شغله، فطول الوقت ابقى مصدره هو ده انا ابن عمتي لواء سنوح ليه. بس دي حاجه حلوه، يعني انت بتبقى بتتباهى بحد. ايوه، طب ما اتباهى بنفسي بقى. يعني يجي عليا الدور انا بقى اتباهى. اشتغل انا على نفسي، اشتغل على نفسي عشان اعرف اتباهى بنفسي. يعني بدل ما اركز مع ابن عمتي ولا ابن خالتي، اركز مع نفسي او ابويا مثلا. ده انت مش عارف انا ابن مين. لا انت مش عارف انا ابن مين دي. ايوه، ما هو احنا لو عارفين انت ابن مين ما كانش حصل اللي حصل. بس احنا ماشيين كلنا بنقول كده. انت مش عارف انا مين. ما تعرفش انا مين. ما انا لو عارف مش هحصل لنا الكلام مين. انا ممكن اعمل ايه حبه كده بس عشان شويه سسبنس كده وشويه هبه كده، تدي هبه للبني ادم. بس في الاخر بيبقى يعني مش قوي، يعني ممكن وممكن. خشي ده أسر ديلي يزعر. ايوه، انا بحب المثل ده. يعني ايه بقى؟ ان يعني لما حد يجي يقوم قايل لك لا انا بس مش هعمل صح، وهو ده معناه ولا لا؟ انا ما قلتش حاجه صح. يعني تقريبا لما حد يجي يقول انا عارفه السيتويشن اللي بيتقال فيه. ايه هو السيتويشن؟ قول السيتويشن. لما يجي تقريبا حد يقوم قايل مثلا انا مش عايز اعمل كذا باين، او مش هعمل ده علشان انا مش عايز اعمل ده، انما لا ده اسر ديل، فيتقالوا لا ده اسر ديل يزعر. يعني ايه ازعر بقى؟ يعني ايه ازعر؟ معرفش يعني ايه ازعر. اللي خدته القرعه تاخده من الشعور.
انا طول الوقت ببقى انا بقوله وانا مش فاهماه برضه. انا اكتشفت ان انا بقول امثال كتير وانا مش فاهماها. ايه بقى ترجمته؟ ده هو ده ايه ده على بعضه. ايه ان خدته القرع تاخده ام شعر، ده قصر ديل يزعر للسخريه من المحاولات اليائسه. ايه ده والله. لا انا حاسس ان لا انا الاعداد خيش. لا ده مثل وده مثل اللي هو ده قصر ديل يزعر ده حاله و اه اللي ده خدته اللي الشعر. تاخده ايوه اللي خدته القرعه تاخده ام الشعور. يعني ايه؟ يعني ايه بقى يعني؟ يعني ايه يا جماعه؟ بجد يعني ايه؟ عشان انا يعني مش عارفه. انا احترت انا فيكم. احترت في المثل ده جدا وطول عمري بحبه برضو. ايوه انا تركيبته بحب حلوه. اصلا الامثال. ايوه مبين. بحبه بس انا مش عارفه هو عايز مني ايه المثل ده. عايز مني انا ايه؟ لكن ده قصر ديل يزعر انا بقوله ساعات. ان ايوه لما بلاقي يعني في ايوه سيتويشن المحاولات كده. اليائسه زي ما هو قال. اللي هي بتاعت انما اللي المحاولة. تاخده مش عارف ايه. القرعه اللي تاخده القرعه. ايه ده تصدق ايه ممكن. هو ايه نفس الكونسبت اصلا. اللي تاخده اللي القرعه. تاخده القرعه اللي خدته القرعه اللي ايه. مش فاهمه. ال وبعدين في تنمر اللي تاخده القرعه ان ده. خدته القرعه تاخده من الشعور يعني ده فشل المحاوله فاشله. معناه ممكن. كده. مش عارف. خش عليا. حاسه مش استنى. احنا غشاشين قوي النهارده. قلب قدر على فمها القدر تطلع على البنت فم. لامها بس. دي انا بحبها برضه. وده واقع. ده واقع فعلا. يقلب القدر على على فمها. فمها تطلع بس بقى ايه. البنت لامها. شفت ناس بتعمل برضو برامج وحاجات كده بتجيب اصل المثل. طبعا انا ما بعرفش ده فتي ولا لا ولا حقيقه ولا خيال. وان اصل المثل ان موقف ان واحده ست بتنزل القدره من على السطح فالقدره وقعت فقلب القدره تطلع البنت لما القدره. في ايه ده؟ والله العظيم قعدت اتفرج ما فهمتش حاجه. ولا فيزياء؟ انا قعدت اتفرج ما فهمتش اي حاجه بس هو حسيت ان هو صادق. هو بيحكي المثل. طيب في مثل تاني. إيه؟ اقرع ونزهي. ده كلنا. هو ايه حكايه القرع؟ هو ايه مشكله هي القرع مع علاقة المصريين؟ صح اقرع ونزهي دي بقى. على فكره انت تعرفي ان اللي هو الرجاله القرع يعدوا اكثر جاذبيه. لا انا عايزي ما عنديش مشكله. لا انا جا في بالي. اوكي. لا اللي ربنا خلقه اكيد كل واحد ربنا خلقه لا بشكله. انا معاكي بس ان دي من علامات الذكوره. ان التستوستيرون اعلى وبتاع. وبره كمان. جيسون ستاثام وذراك اسمه. ذراك مش فاكره اسمه ايه. مش مهم. وفي حد برضو. في ناس كتير قوي اللي هم كتير قوي بس احنا استغلناهم كتير قوي في الامثال. تنمرنا عليهم احنا. ده تنمر. هل ده طيب؟ تنمر؟ ده تنمر ولا ايه؟ طب نسألكم بس احنا خايفين نسأل الناس تطلع قرعة اصلا فتبقى مشكلة كبيرة. يلا نخش على مثل جديد. جبتك يا عبد المعين تعني. لقيتك عايز اللي يعينك. ما هي دي حياتنا. دي حياتنا كلنا. احنا كلنا بنلجأ لبعض وفي الاخر بنلاقي بنخيش كلنا. جبتك ان كل واحد فينا عايز اللي يساعده اصلا. بس احنا بنقعد كده نندب مع بعض ونساعد بعض نفسيا. ايوه على قد ما نقدر. بس هي فعلا ده كلنا هذا الرجل. صح يعني صحيح. كلنا هذا الرجل وكلنا هذه المرأة. بالظبط. يعني كلنا. واللي ما بيعرفش يقول عدس. اشمعنى بقى؟ ما اعرفش. طب ترجمة قصة شهيرة تضرب لمن يحكم بظواهر الأمور دون معرفة الحقيقة. ماشي. ايه؟ سوري أنا آسف. طب بسرعة. قصة شهيرة تضرب لمن يحكم بظواهر الأمور دون معرفة الحقيقة. أقول لك على معلومة حقيقية. معظم الأمثال الشعبية دي عارفة ظهرت إمتى؟ في العصر الفاطمي. مع دخول الفاطميين مصر. ودي كانت فترة مهمة جدا في تكوين الثقافة المصرية على فكرة. ممكن يبقى مسكوت عنها شوية وما نتكلمش عنها كتير. يعني كل المولد النبوي الشريف يوم عاشوراء عروسة المولد الاحتفالات الحاجات دي كلها كان مربوطة بالفاطميين. فواضح ان الفاطميين كانوا يثيروا البهجة والشعور. في نفس الوقت كانوا غراب جدا زي الحكم بأمر الله اللي منع الملوخية. الكلام ده كان حقيقي. فعلى ما اعتقد ان في كتير قوي من الامثال دي طلعت في الوقت ده. ايوه انا عارفه المعلومه دي. انا سمعتها قبل كده في حاجه. في برضو مثل تاني. ما يملاش عينه الا التراب. ما يملاش عينه الا التراب. بس ده مش مثل ده دليل. يعني اللي هو مقولة ليها علاقة بان بتوصف بني ادم. ده ما يملاش عينه غير التراب. صح اكتر منه مثل. اصل مثل ده اللي هو ايه شرط وجواب شرط. والله اللي هو اللي خدته القرعه تاخده من الشعور. ايه اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لامها. يعني لو حصل حاجه يحصل حاجه شرط وجواب شرط. مربوط اللي هو فاهمه.
معموله فاجئتني. بصقع وسجع وقافيه يعني. بس معنى كده ان اقرع ونزهي برضو مش مثل؟ لا ليه مثلا اقرع شرط انه زي جواب شرط. ده اللي هو احنا بنقول ايه؟ ايوه اي كلام. مثلا اقعد عوج واتكلم واتكلم عدل. اه شينانا لا ميمي اه فافا اقعد عوج واتكلم عدل. واتكلم عدل. اقعد عدل واتكلم عدل اصلا. اصلا المفروض. طب المفروض ليه يقعد عوج؟ ما يقعد. ما يقعد اللي هو لو بني ادم كلامه مش عاجبك يعني فانت بتقول له اتكلم طب عدل صح. طب اه اقعد عوج يعني قشطه اقعد عوج مش اه مشكله بس اتكلم عدل. طب ما يقعد عدل انا ويتكلم. المثل ده طول عمري مش او ممكن يقعد عوج ويتكلم عوج فيبقى نفي اثبات فيبقى كلامه غلط فنسيبه طب ونمشي. ما يقعد عدل ويتكلم عدل. ايوه ما هو ده الطلب الجماهيري اه في الاول. ما يقرفنيش. ايه مثل تاني عندك؟ مثل تاني يا عاصم؟ استنى هقول لك، انا مطلعه شويه امثال. اصلا في على قلبه مراوح. ده على قلبه مراوح. ده على قلبه مراوح بس ما ده فيهاش الشرط برضو وجواب شرط. شفتي؟ طيب اقول لك واحد تاني. قوليلي. اللي ما يشوفش من الغربال ادي الشرط يبقى يبقى اعمى. أعمى. عارفه الغربال تبقى اللي هو حاجه ايه؟ واضحه وضوح الشمس. وبيقول لك يعني مثلا اللي هو ايه، انت لو حطيت ايدك في الكوبس هتتكهرب، صح ويروح يحط ايده في الكوبس عشان هو مش ذوق. عشان هو عايز الكهرب. عشان هو صح هو ممكن يبقى عايز عايز الكهرباء. الكهرب. ملهاش معنى تاني. ملهاش هدف تاني. لا يعني بس لو ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. هي نفس يعني نفس الكونسبت اللي هو حاجه واضحه وضوح الشمس. أيوة. وظهر ظهور يراها اي كفيف. ايوه ومع ذلك هو بقى يقول لك لا انا هعملها. لا انا هعمل ده. سؤال بقى، احنا خدنا الحته الفني ولا اللي لسه في امثال تانية؟ انا كنت هاخد الحته عايز في كنت هاخد الحلقه في حته تانية. في مثل بس انا ما بحبوش. ايه؟ لا انا ما بحبوش. شحات. ثانيه واحده. ايوه الشطره تغزل برجل حمار. والخايبه عايزه كل يوم نجار. برافو عليكي ان انت جبتيه كامل اصلا. برافو اشتريت. ايه رايك؟ الشطرة احنا على طول بنقول الاولاني اللي هو شطره الشطره تغزل برجل حمار. ده اللي احنا بنقوله. والخايبه عايزه كل يوم يوم نجار. يعني ان انت الشاطر شاطر والخايب خايب. ان الست الشاطره تعرف تعمل كل حاجه بايديها وتعرف تحل الدنيا كلها وبتاع. لكن الست الخايبه بقى فكنا فقولي ما تعرفش تعمل حاجه بقى، وتبقى كل يوم عايزه حد يساعدها، وما تعرفش تعمل حاجه لوحدها، وما تعرفش تعمل حاجه من غير حد صح. شحات وعايز عيش فينو. ايه شحات وعايز عيش فينو. هو ده المثل؟ تخيلي. ده انا ما سمعتوش قبل كده. ازاي؟ لا ايه ده معروف ده انا عارفه. شحات وعايز عيش فينو. يعني لو يعني معهوش شوف فلوس وعايز ما هي بقى مش كده. ما هو ممكن مثلاً. مش لازم يبقى بالمعنى الحرفي. ممكن يبقى حد مثلا نفسه يبقى حاجه كبيره قوي هو ما عندوش المقومات فيبقى دي عميقه. ايوه ده. لا اقول لك على حاجه، لو رجعنا تاني بالحلقه وبصينا لكل مثل هنلاقي فيه قدر كبير قوي من العمق. والله العظيم. وفي حكمه. ما هي امثال وحكم شعبيه. يعني على القناه الثالثه بعد حدث في مثل هذا اليوم. فاكرين الحاجات دي يا جماعه؟ مش عارف انا بنخرج بره الحلقه عشان هي فلافي فمبسوطين فيها. قولي في ايه؟ في بقى يا داخل ما بين البصره لو قشرتها مينوبه غير ريحتها مشيها بس. ريحتها علشان اللفظ التاني مش لطيف. بس وبرده ده حقيقي طبعا. لان انت اغلب الوقت اتنين ما تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. دي برضو ده حقيقي. بس انت طول الوقت مثلا لو انت دخلت ما بين اتنين صحاب اتخانقوا، فانت مثلا خدت مع وقفت جنب حد وقلت للتاني انت غلطان لكن هما الاثنين هيتصالحوا وهما الاثنين هيزعلوا منك عشان هما هيبقوا شايفين ان في انت جيت على طرف عشان كده انا بأوثر الصمت والصلح ما بين الاثنين. وانا على طول بقول كلمه شهيره بقولها ما اعرفش انت هتفتكرها ولا لا. كل واحد عارف الكريدت بتاع التاني عنده. ما هو ممكن يبقى انا لما حد يجي يشتكي لي انت ممكن تحكي لي هفوه هو عملها لكن هو عمل حاجات كتير كويسه. فالكريدت بتاع كل واحد عند التاني ايه اكتر اتنين بيبقوا هم عارفينه هما الاثنين. صح برافو عليكي. اذا كانوا اتنين صحاب اتنين متجوزين اخ واخت يعني ايا كانت ايه شكل العلاقه بس هو فعلا هما بيبقوا كل واحد فيهم اللي عارف لا انا استحمل له ده لا ما استحملوش ده. في مثلا من الامثله دي حاسه ان هو مش حقيقي او غلط في اللي احنا اتكلمنا فيه. خلي بالكم ان الامثال دي الامثال اللي دمها خفيف. يعني هو في انواع وتقسيمات للامثال وفي كتب وفي موسوعات بتتكلم عن الامثال. هل حاسه ان في مثلا الامثال دي لا مش حقيقي؟ فكر مثلا اللي خدته القرعه تاخده من الشعور
لا البني ادم لازم يحارب ويفضل يفايت، انا مش بكسر المثل او بقول، ايوه بس هو لحد ما يوصل لحلمه اللي او هو ياخد اللي عايزه. هو نفسه فيه. بالظبط. طبعا انا اضم صوتي لصوتي. تعالي ندمر كل الامثال. ايه بالقدر على فمها تطلع البنت لامها. طبعا هقولك مش دايما، بالعكس في جدا. أمهات. ممكن تبقى البنت بتتعلم بشكل تاني، او الام اصلا تبقى عايزاها تبقى مختلفه. فاكره كلمتيني وفي يخلق من ظهر العالم فاسد. ويخلق من ظهر الفاسد عادي. هي الاولاني بس ما سمعتش التاني. والله التاني ده اللي هو ليه علاقه برضو في نفس اللوب بتاع ابن الوز. عوام. ده حقيقي مش دايما يعني مش دايما خالص، لان يعني احنا شفناها في الوسط في شغلنا في ناس عندك في الابن والوز عوام فعلا جدا. ابن الوز عوام عوام قوي. وعندك اللي هو بيبقى لا مش ربنا مش مديله في الحته دي، ممكن يبقى مديله في حته تانية. بالظبط. ده حقيقي. يعني لو رجعنا تاني بقى لاول الحلقه كده هنقول ان مش كل الامثال يجانبها الصواب، حسب الموقف، حسب البيئه اللي حصلت فيها الموقف، هي اللي بتفرض. انما احنا بنستخدم الامثال دي ان هي بتعمل سامري دمه خفيف للموقف اللي حصل. ايوه ده حقيقي. يعني بنعلق على الموقف بحاجه لطيفه ودمها خفيفه تبقى فلافي كده، فاهم؟ طيب اطعم الفم تستحي العين. طبعا. بس ده مثل للاسف حقيقي جدا. ان انا لو بمعنى يعني ان انا لو اديت حد حاجه بالظبط. يعني اللي هو ايه اللفظ اللي عايز اقوله؟ هتكسر عينه. اوكي. وده شيء سيء جدا. ايوه صح. ده شيء سيء جدا استخدامه يبقى منهجنا في الحياه. اللي يعيش ما يشوف. يعني مش عارفين نقول ايه. ياما هنشوف ونسمع ونردد امثال ونشوف امثال. طيب اللي اتلسع من الشوربه تاخده من الشعور. ايه ده اللي اتلسع من الشوربه؟ ينفخ في الاتاري، في الزبادي. اوكي ازاي مش عارفه ايه ده؟ ينفخ. بس هو ده يدل على التجربه، ان انت لما تجرب ان انت بالظبط لما تلاقي الطريق ده مقفول ما تعفرش فيه. ما هو ليه يعني لا هو ده مش انت المفروض تنفخ في الشوربه وتنفخ في الزبادي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده حقيقي. بس لا هو ده مش معناه انت تنفخ في الشوربه اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، ان لما انت يعدي عليك تجربه ما تاذيك فغصب عنك لو انت التجربه باين جدا انها تمام لا هتبقى واخد حذرك صح زياده عن اللزوم. صح اللي انت بتقوليه صح. هو ده الهدف. مش... انا حاولت اعمله سبايسي، يعني حاولت اخلي المثل سبايسي شويه كده يبقى مختلف. حطيت التاتش بتاعك على المثل. احنا في زمن التجديد. تعمل ابديت المثل برو ماكس. كنتم مع حلقه لما انت بتقعد تقفي كتير جدا انت دمك زي العسل، الناس مش هتتوقع منك كده، صح ولا لا؟ ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ده بقى مثل خاطئ جدا عشان بس نبقى هو فكره الضرب اصلا مش حرام، مش مظبوطه خالص. صح مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده خالص. لا بس ممكن معناها اللي هو لما هو معناه ان انت لما بيجيلك اذى او شقه، بلاش اذى نقول شقه، او بتتعب مثلا علشان بسبب حد معين. يعني مثلا لو اتنين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا فالراجل بيتعب علشان بيجهز الشقه والكلام ده، فده ممكن نحسبها ان ده ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، ان هو بيشقى وبيتعب علشان في الاخر تبقى دي العشره الزوجيه بتاعته ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات وخلف. فوسوا بيوم بومات توتا توتا فرغتي الحياة توتا. حلو ولا ولا توتا؟ حلو. الحلقة دي جديدة خالص والله. كل سنة وانتم طيبين، وقت إذاعة الحلقة برضو. يا رب أيامكم كلها تبقى خير وسعادة. استنوا مننا. استنى ايه؟ في المخدة ما تشيلش 2 حلوين قبل ما تقفل. لا يعني ايه؟ مفيش الكلام. ايه الموضوع؟ يعني ايه؟ يعني لا معلش يعني ايه؟ انا بقول لك المخده ما تشيلش 2 حلوين. انا معترض عادي، انا ممكن تشيل 2 حلوين عادي. انا شايفه ان هو تشيل. انت ليه محسسني ان انا اللي اخترعت الموضوع؟ ايوه عشان انا عمري ما سمعته قبل كده، فهو ده اللي دي اخترعتيه. لا انا سمعت المخده ما تشيلش 2 حلوين. طب في اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه، هل ده حقيقي ولا مش؟ لا مش حقيقي بس موافق. يعني في اكسبشنز، في ساعات في ناس بتبتدي
الشارع ومثلا حد بيروح وبيجي وبيبقى كونتاكت مع الناس والكلام ده، ممكن يمر التجارب اكتر من حد مثلا عنده 20 سنه بس هو ال 20 سنه دي قاعدهم في البيت. برافو. ما فيش اي صح جدا، صح جدا. طب هقول لك مثلا، يا مستنيه حماتك تحبك التقطيع غلط، يا مستنيه حماتك تحبك زي بنتها، يا مستنيه المواعين تتغسل لوحدها. ده اللي هو يعني نو واي. مفيش. بس ليه؟ ما هو دلوقتي ممكن نحط الغساله الغساله في الديش ووشر، المواعين. انا قلت لكم نقفل الحلقه، انتوا اللي مستعجلين. طب بص، ممكن نحط المواعين في الديش ووشر هتتغسل لوحدها. احنا عايزين نقول ان الحما عمرها ما هترضى على البنت عن مرات ابنها، مرات لان ابنها كده كده زي حاسس ان هي بنتها. واخده منها. وده فاكت حقيقي. طيب في مثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للحاجة في الغربال، صح، المية في يا الغربال. المية في الغربال. ده بقى معناه ايه يا جماعة؟ انا اشرحه لكم. ان طيب انت لو في حطيت مثل المية تاني في الغربال تبقى اعمى هتنزل ميه تحت، مستحيل تفضل في الغربال. الغربال ده اللي هو اللي بيعمل كده، ده اللي هو بنحط فيه على دقيق. فكرة احنا ثانية واحدة بس عشان انا عجبني المثل ده، انا بحبه. ف الغربال بقى ده ايه؟ لو انت حطيتي فيه الميه اكيد هتقع، الغربال مش هيمسك الميه يعني، ماشي؟ فانت لو امنتي للراجل يبقى كانك ماسكه الغربال ده وبتحطي فيه الميه ومستنيه ان الميه تفضل في الغربال، بس هي مش هتفضل في الغربال، هي هتنزل تحت. الراجل من غير كرش ما يساويش قرش. ده مثل جديد اصلا، صح؟ ما اعرفش. ده جديد، ده حاجه في والله 10 سنين ال 15 سنه لا ايه ده ليه؟ مش عارفه، ده حاجه جديده. مش حقيقي؟ مش عارفه، مش حاسه. ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه؟ مثل طبعا بيتقال الراجل أنا مش ايه؟ معاه، لأن الراجل ساعات في ممكن البيت رحمه ولو فحمه، ولو كان فحمه. ايه الامثال الذكوريه اللي انت عمال بتقولها؟ اصل انا لقيت امثال ذكوريه فقلت اقولها لك. كده. لو كانت الرجوله شنبات كان الصرصار سيد الرجاله. اوعى. لا هو الرجوله قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك، ايه رايك؟ قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك. لا طبعا انا اسيبه عنده حريه الطير، اه ويبقى هو اللي بيختار. أيوة. ان هو ما يطيرش، هو اللي يقعد. عشان هو لو طار ولف على غير بنعمل ايه؟ مش هنقصقص له ريشه، هنقطم له رقبته. انا بتكلم البرسبكتيف بتاعها على فكره، اللي هي الجزء الدارك سايد اللي مش عايز ابينه لكم. لا بس هو فعلا انا من وجهة نظري ما حدش هيقعد مع حد غصب عنه يعني. جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه، باين حاجه كده. صح. هو في حد بيحصل له حاجه والتاني بيحصل له بيحصل له. وحد بيتعود. ايوه، انت ايه رايك بقى؟ بس هو جوزك على ما تعوديه فعلا. بص هو فعلا هو كده كده، وده على الزوج وعلى الزوجه يعني، انتوا الاتنين بتتعودوا على بعض، ما هو طبيعي هنعود بعض على عادات بعض. عندي سؤال بصراحه عميق. لا بصراحه سؤال صريح شويه، هل انت استخدمتي معايا التكنيك ده؟ بتاع ايه؟ عودتيني على حاجات معينه غيرت بيها مثلا اللايف ستايل بتاعي؟ عودتك على حاجات بس مش وانا قصدي اعودك عليها، هي يعني بالطبيعي. ما هو ده اللي انا بقصده، ان مثلا انا بنام بدري وهو كان بيسهر، هو دلوقتي بقى بينام بدري وانت بقيتي تصحي يعني. الموضوع تاني. انا كنت بنام 12 دي لازم اعمل كده، دلوقتي بقيت ساعات اقعد لحد بعد 12 مش عارفه انام. انا صح عشان هو دمرني. ايه ده ما بنقولش كده. انا كنت بنام 9 و10، كنت بنام بدري واصحى. حد ينام الساعه 9 10؟ هو ده اللي انا من ساعه ما اتجوزته بيقولوا الصاحب الجدع ملوش مرتجع. اوعى. حلو ده تحس انه على توك توك. ده سلوجن على توك توك. والله عضة اسد ولا نظرة حسد، اعمل الخير والميل بحر. بس ده حلو. هل عندي سؤال بقى، هل بتتعاملوا مع الجمل اللي هي بتبقى انا بحبها على فكره؟ والله انا مطلعت عليها، انا بحبها اللي هي الجمل اللي هي دي، صح؟ انا بحبها فعلا وبستخدمها كتير. في ايه احنا قلنا؟ هسألك سؤال على مثل بس بناخده من هسألك سؤال على مثل، مش عارف بقي باظ. هسألك سؤال على مثل بس هناخده من البرسبكتيف اللي هو الحقيقي. اعمل الخير ونميل بحر، ايه رأيك في المثل ده؟ انا معاه جدا وبستخدمه في حياتي. بس انتي مش شايفة ان ده مش صح؟ ليه؟ انا بعمل خير لأي حد، بس ممكن يبقى بتعملي خير لحد ما يستاهلش الخير ده.
هو ده قصد الهدف، هو ده قصد الهدف، هو ده هدف المثل او قصد المثل. فهماك، بس انا لو انا في سيتويشن قدامي اساعد حد باي شكل من الاشكال هساعده، وهو في الاخر عند ربنا يعني. ومش طب لازم افرضي انت بتساعدي حد هي ايه مش ما يساعد، معناه. ده ممكن يأذيكي. ماشي، هو بص ايه معناه. اعمل خير من البحر، مش يعني كده كده اعمل خير. لا انا فاهماه بشكل مختلف، ان انا هعمل الخير ليك بس من غير ما استنى ان انت ترد لي الخير ده، لان في ناس كده، في ناس ما بتردش الخير، هي هما كده. بس انا ممكن اعمل لك الخير بس انت ما تردهوليش، بس يأثر فيك فتساعد حد تاني يبقى محتاجه، وانا يجي حد تالت اصلا يساعدني. فاهم اللي هو هتبقى دايره كبيره كل الناس بتساعد بعض. يوتوبيا. يوتوبيا والله. انا بقول لك الحقيقه. ماشي وانا عارفه، انا بقول لك الحقيقه اللي انت عارفاها. بس ما عادي، ايه المشكله يعني؟ انا لما اساعدك وانت تساعد حد تاني والحد تاني يساعد حد تاني نساعد بعض، حبوا بعض يا جماعه. نساعد بعض، حبوا بعض، نساعدوا بعض. قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليا حجر. ده فعلا في للاسف في ناس كده، في ناس كده. وسمعت مؤخرا في قريت حاجه مش فاكره قريتها فين، ان التربيه الايجابيه هتخلي الولاد عامله كده. والله. مش عارفه بقى ده حقيقي ولا لا. التربيه الايجابيه اللي هي التربيه الايجابيه بيقول لك ان انت التربيه الايجابيه واللي هو الكيرنج قوي على الاطفال، وان احنا بنحاول نخليهم في البابل السيف زون والحاجات دي، ان ده لما هيكبر هيبقى شخص اناني وما بيفكرش في حد، واول حد مش هيفكر فيه اهله. ما اعرفش ما مدى. ده احنا محتاجين حلقه عن الموضوع عن التربيه لا على سلبيه التربيه الايجابيه. ما الناس كلها بتتكلم عن التربيه الايجابيه وكلهم بيربوا، احنا اولهم. طب ايه بقى سلبيات التربيه الايجابيه اللي لازم نخلي بالنا منها؟ نبقى نعمل لها حلقه ان شاء الله. علمناهم الشحاته، سابونا على الابواب. انا مش هتكلم اكتر من مش كده، هنقول اكتر من كده. اجا وعارفين معناها كويس جدا. اجا يكحلها عماها. طبعا اجا كمان اجا. هي اجا مش جه هي جه بالقاهري بس والله ده بيبقى حد نيته كويسه وعايز وعايز يعمل حاجه كويسه. أيوة. بس للاسف مش بيتخيش منه وبيقوم مبوظ الموضوع خالص. حلقه خفيفه ظريفه لطيفه حاولنا فيها ان احنا ايه. ورينا عرض كتافك. عايز اقفل يا حاج عايز اقفل. انا ايوه ايه ده، ما دي الحلقه. ايوه ورينا عرض كتافك دي لقفل الحلقه. برافو يا ريم. بص ما فهمنيش طب يلا تاني. في نهايه حلقتنا النهارده ورينا عرض كتافك. دي قفلت الحلقه. بس على فكره ما ينفعش نقول لهم احنا ورينا. احنا وريكوا عرض كتافنا. انت ورينا عرض. انا هورينا. حلقه دمها خفيفه والله وظريفه ولطيفه كده، يا رب تبقى زي ما احنا متوقعين. على قلنا نفكها عليكم كده عشان دخلت خلاص بقى داخلين رمضان وكده. هنفكها عليكم اكتر في رمضان. عايزه اسالكم بقى سؤال بخصوص رمضان ان شاء الله. هتبقوا عايزيننا نعمل لكم حلقات ان شاء الله في رمضان وتتابعونا وكده. ولو عايزيننا نعمل في رمضان قولوا لنا ايه السيتويشنز والمواقف والمواضيع اللي انتم ممكن تحبوا ان احنا نتكلم فيها في رمضان. هل تحبوا مثلا نتكلم عن المسلسلات، نقيم لكم بعض المسلسلات؟ لا انا مش حابب ان احنا نعمل البريفيو. وبصي فين في القفله. طيب احنا عايزين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. احنا نقعد نقول لكم كل الحلقات اللي جايه كل سنه وانتم طيبين لحد ما نوصل رمضان ان شاء الله على خير كده ان شاء الله باذن الله. باذنك يا رب. وزي ما قلت لكم قولوا لنا عايزيننا نبقى معاكم في رمضان ولا لا، ولو عايزيننا في رمضان قولوا لنا عايزين نتكلم في ايه وايه المواضيع اللي انتم حابين ان احنا نناقشها معاكم. ماشي، قولوا لنا افكار، مستنيينكم. لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، دي والله بنحبكم جدا. ميرسي على الكومنتات الايجابيه قوي، وميرسي على الكومنتات اللي مش ايجابيه. عارفينكم وهنجيبكم. عارفينكم كويس وهنجيبكم كويس. باي باي. كنتم مع بالعكس هيكتبوا كومنتات سلبيه كتير. اقفلي. يلا باي باي.